اصبر، تعال نوريك جمال بلادنا بصورة أول مرة تشوفها، ونوريك عائلات تسكن في الصحراء بدون ضي ولا نت ولا أي سبل حياة، مستحمدين على ما أعطاهم ربي في وسط الصحراء، وجبال الجميلة اللي تشكيلاتها صخرة أجمل من الأخرى. ولو مازال ما عرفت على أي منطقة نتكلم، أني نقصد أكاكوس، تقع جنوب ليبيا على الحدود الليبية الجزائرية، وكيلومترات قليلة تفصلها عن الحدود التشادية. سلسلة جبلية أصبحت محطة سياحية عالمية، يجوها الأجانب من أقصى أوروبا باش يشوفوها ويتمتعوا بالمناظر الخلابة. وقبل ما نبدأ عطف فمك بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسى تضغط لايك للفيديو. وبداية رحلتنا كانت من البوابة للعالم الثاني. أول ما تخش للبوابة بتصريحك وتجي لبوابة خرخوري باش تكمل مشوارك في الصحراء باش توصل للمعالم والآثار. أول شيء لما تدخل من جهة غاد يقابلك قوس أفسجار، إن شاء الله نطقته صح، اللي مطبوع على ورقة 50 دينار، ويعتبر أكبر قوس طبيعي في أفريقيا. وخدينا القوس لقطات من الجو ومن الأرض، ووصلنا المغرب للقوس، وخلاص يعني تبدأ تدور على مكان ترقد فيه بعيد عن الريح والعجاج. لقينا مكان باهي وبدينا ننزل في عوالتنا وخيمتنا، وطول بدينا في عشانه اللي كان مكرونه بالعود. كيف بالعود؟ قدامك العود، والبريمس اللي بيجيب ديما، والمكرونه كيف الباء اخونا الزيتوني، طماطم وزيت ومكرونه غاليه، وباللحم الوطني في الصقعده تدفى غصبا عنك. واللمه الباهيه في العشاء اهم اللقمه اللي بتاكل. وختمنا عشانه ببطاطا حلوه طيبه في الحطب، وكل واحد خيمته لليوم الثاني اللي بتشوف فيه الاثار والرسومات، وبتطلع على السكان والحضاره. فاصبح الصبحي فلا الكسولي في الرحاب باق. واول ما نضنا فطرنا على السفنز من يدين اخونا يوسف، بعدها كل واحد يلم حوسته وبضاعته، وقلنا يلا. واول ما طلعنا جينا لابن الشيخ مغار. الشيخ مغار هذا مكتوب في كتب التاريخ الليبيه، اللي قضي حياته كلها في الجبال، ويحكي لنا عن ظروف معيشتهم وحياتهم اللي معتمده على الماعز فقط. سبحان الله كيف عايشين. احنا يفصل علينا النت نتضايقوا، هم لا نت لا ضي لا حمامات ولا ميه تصب. الله يعينهم ويحفظهم وربي يطول في اعمارهم ان شاء الله. ومشينا منهم طلعنا للاثار والنقوش اللي معبيات جبال، لكن للأسف أغلب النقوش ما سلموا من التخريب والتخربيش، بس الشرطة السياحية وحرس الحدود قايمين بواجبهم بارك الله فيهم. فتلاقي كل أحفورة وكل نقش في جبل تحكي عن شيء معين في حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، كيف الصيد وكيف حفلات زفافهم وطقوس العروس وتحضيرها للزفاف. كل شيء محفور على الصخور اللي يقارب عمر النقوش حوالي 5600 سنة، واللي يثبت التاريخ هذا عمر المومياء اللي تم اكتشافها في سنة 1953 من قبل العالم الإيطالي موري، اللي استخرج أقدم مومياء تم اكتشافها في العالم، وهي للطفل الصغير. اسم المومياء وان موهي جاج، اللي تعني المومياء السوداء، أي أن تاريخها يسبق بدء التحنيط في الحضارة المصرية بنحو 1500 سنة. الله عليك يا بلاد الحضارة يا ليبيا، ربي يحفظ بلادنا وقولوا أمين. ومن الآثار توجهنا إلى صخرة الرجل الساجد، اللي شكلها على هيئة راجل يصلي في اتجاه القبلة. سبحان الله خلق فأبدع. والمكان هذا كان مليان بالسواح الأجانب، شوي يفوتوا عليك طليان من هنا، شوي يفوتوا عليك طليان تاني من هنا. ولو جيت لعند هنا وما جربت شواع الصفيح فاتك نص عمر. اول حاجه تديرها تاخذ صخره رقيقه وتنظفها وتحطها على الفحم وتسخنها. اول ما تعرفها سخنت تحط عليه لحماتك وملح وعصره ليم، بس تخليها لحد ما يتحمروا، وجنبك جبنه غاليه وتسمي بسم الله والله يبارك على البنا والصنا. ننصحكم بها نصيحه. وهنا طلعت قصه القلته وين. من بعد الغداء توكلنا للقلته، اللي هي تعتبر تجمع لمياه الامطار اللي يسقوا منها السكان في مواشيهم. في عدة قلتات، فيه اللي يجفوا بسرعة وفيه اللي ما يجفوا لصيف لشتاء. وبعد القلتة توجهنا لمكان صخري يشبه لمدخل القلعة، اللي تشكل بصورة طبيعية في جبال. المنظر قدامكم تبارك الله. ختمنا اليوم بقوس صغيرون يجي في وسط جبال، وجنبه جبل تحس شكله كأنه متآكل أو شيء حافر فيه، وأصبح بيوت للحمام. ما شاء الله على بلادنا وعلى أثارها وجمالها. هذا جزء بسيط من الجمال اللي قدرت نغطيه، بس اللي ما زارها ننصحكم بزيارتها، فرصة ما تتفوت. ما تقول ما نقدر أو بعيدة، حاليا غاد فيها مطار وتقدر تجي جو وتروح جو، وتنسق مع شركة الكتبان الذهبية، الشركة اللي نسقت لي الرحلة هذه، وتمشي رحلة كلها رفاهية وانت مستمتع. هذا رقم الشركة للتواصل، ولو عندك نية تسافر ولو عندك شك يعني ننصحك انك انت تتوكل وتدير هالتجربة. ننصحكم انكم تقووا قلبكم وتنطلقوا وتخوضوا التجربة اللي ما تنتسى العمر كله. بارك الله فيكم. لا تنسى تعطينا رايك في الفيديو لو عجبك الفيديو، وشارك الفيديو وخلي غيرك يشوف الجمال. وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.